احرصوا دائما قد ما تقدر تنسدح، قد ما تقدر ريح جسمك. انت في مجلس تمون عليه انسدح، انت في بيتك انسدح عشان تريح فقراتك. الحاجة الثانية احرصوا على السباحة. السباحة بانيو، في مسبح، بأي شيء، انقع نفسك في الماء. ما تقدر، ما عندك بانيو، انقع رجولك في الماء، كثرها في حياتك. ليش؟ لأنها وجعلنا من الماء كل شيء حي، أول شيء. عفوا. ثانيا لأنك أنا في حاجة أنا أسميها الطيران في الماء. دب نفسك المويه، يحط لك طفاحة واطفح. لما تطفح كذا انت طرت، لما تطير أو تكون مرتفع قلت الجاذبية الأرضية، فكذا أنت تريح الفقرات ترجع مكانها. عشان كذا دائما لو نلاحظ أن كل واحد يسبح أو يذب نفسه في المويه بعدها يطلع ثقيل جسمه كأنك مسوي له تدليك. أنت ما سويت تدليك، أنت سحبت منها التعب. سبحان الله. اللهم صل على محمد. والنصيحة الأخرى؟ طبعا نصيحتي الدائمة اللي هي المشي حافي على الحجارة وعلى الرمل، ذي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء. ثانيا اللي هو عشان تضغط باطن القدم تدلكها. السريعة اللي ناخذها الحين، أنت فاضي ما عندك شيء، دايم ضغط كف يدك، ضغط بس. وين الوجع اضغط عليه، مجرد تدليك فقط، لا نقول علاج طبعا، ولكنه يساعد على تحسن الصحة والراحة. وش دليله؟ طيب انك لما تضغط والله لقيت وجع اضغط عليه، وفعلا كان عندي ألم في ظهري ارتاح، كان عندي ألم في راسي ارتاح. فما انت بخسران، اضغطوا البعض واضغط لنفسك.